رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني، من السمح لك توزع بأموال العراقيين؟ هاي الأموال مو ملكك الخاص، هاي الأموال مال 40 مليون مواطن عراقي. تدري يا دولة رئيس الوزراء الكريم اللي جاي توزع بأموال العراقيين يمين وشمال، تدري مستشفياتك ما عندها شرائح مال قياس مرض سكري؟ تدري أغلب المستشفيات اللي بالعراق ما عندها جهاز لفحص السكر؟ تدري مستشفياتك ما عندها علاج اللي هو أبسط شيء البراسيتول ما تملك المستشفيات؟ تدري إحنا وضعنا يرثى له؟ أنت قاعد بالقمة العربية وتوزع هاي المليارات والتريليونات بكيفك؟ من اللي سمح لك؟ بكيفك أنت جاي توزع أموال العراقيين؟ تدري لا عندنا مدارس حالنا حال الدول، ولا عندنا مستشفيات، ولا عندنا شوارع، ولا عندنا بنى تحتية. العراق بلد منهار، العراق بحاجة هسه، والعراق بحاجة إلى أموال من أجل إعادة بنائه، وأنت جاي بكيفك توزع هاي الملايين الدولارات. كهرباء، أبسط شيء كهرباء ما قدرتوا تسووها، مي أغلب الأحياء ما واصلها مي، تبليط أغلب الأحياء ما واصلها تبليط، وأنت بكيفك حضرة جنابك قاعد بالقمة العربية أو نافخ ريشك وتوزع بهاي الملايين الدولارات أموال الشعب. ما أعرف إذا النواب ساكتين عنك لأن باكر عقبة يجون عندهم طلبات حتى توقع لهم إياه ويضحكون وياك، فالشعب العراقي ما عنده مصلحة وياك حتى يضحك وياك. الشعب العراقي هو مصدر السلطات، دائما الشعب هو مصدر السلطات. فأنا إن شاء الله يوم غد راح أرفع دعوة عليك بمحكمة استئناف النجف، لأن هاي الأموال مو ملكك الخاص، هاي الأموال أموال الشعب العراقي. راح أرفع، وإن شاء الله شكو عراقي شريف يسمع هذا المقطع الفيديو ويشوف هذا المقطع الفيديو، أتمنى باكر يروح ويقيم دعوة عليك، لأن هاي الأموال مو أموالك الخاصة، هاي أموال الشعب، والشعب أحق بيها. المستشفيات وأمراض السرطانية المصابين بها أهم من التريليونات اللي تصرفها إلى لبنان وإلى فلسطين. الشعب العراقي شعب منهار، شعب محتاج الدولار الواحد، محتاج السنت الواحد، وأنت جاي هاي أموال العراقيين جاي تطشر بيها يمين وشمال. فإذا النواب ما يحاسبوك، وإذا من أعطيناهم أصواتنا ما راح يحاسبوك، فإحنا الشعب راح نحاسبك وراح نوقفك عند حدك ونقول لك هاي أموالنا إحنا أحق بيها من غيرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.